ودموع وشوق لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه، وقف الآلاف من الأقباط اليوم في انتظار الحصول على الفرصة لتوديع البابا شنودة بعد وفاته واستقرار جثمانه على كرسي ماري مرقس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. منهم من نجح في رؤية جثمان البابا شنودة وودعه بسلام أو دعاء أو صورة التقطها له، ومنهم من ينتظر لحظة الوداع. أنا جاي من نجي حمادي محافظة إيني عشان أشوف اللحظة الأخيرة بتاعت البابا شنودة، لأن طبعا ما شفتوش طول حياتي، يعني باجي هنا بس ما أعرفش أشوف. وحشني جدا وأنا بحبه جدا، هو كان أكتر من عندي من بابايا ومامتي. من محبة الناس الشديدة، الناس بتدوس بعضيها جوه، إنما اللي بيعرف يمر بياخد بركة، وفي ناس بتعيط وناس بتصرخ. كان أب حنون وعطوف، وكل كلمة كنا بنسمعها منه كانت بالنسبة لنا تعزية ووعظة لينا. ربنا ينيح روحه ويرشد الكنيسة الأب صالح حنون عطوف زيه. لن ينسى أي مواطن مصري مسيحي حكمة البابا شنودة في إدارة الأمور ومواقفه الحكيمة. سين من الكهنة كان عنده بنت من إخوة رب تعبانة جدا، والكنيسة فقيرة ومش عارفة تجهزها، فكانوا عايزين يجيبوا لها أوضة نوم، فجم له سيدنا ودخلوا جوه عند سيدنا، فبيقول لها أنت عايزة إيه يا ماما؟ قالت له أوضة النوم يا سيدنا. قال لها مش عايزة كمان بوتاجاز، مش عايزة غسالة، مش عايزة كرسي تقعدي عليه. كل اللي قاله طلع من لسانه أخدته. خسارة كبيرة خسرتها مصر، ومش ممكن يتعوض البابا شنودة تاني. البابا شنودة فيلسوف عصره وحكيم زمانه، حكيم زمانه، لأنه واحد غيره كان دخلنا في متاهات كتيرة بالنسبة لعمليات الإرهاب اللي كانت بتحصل، لكن حكمته وصلتنا لبر الأمان. لم يقتصر وداع البابا على المسيحيين فقط، بل أيضا المسلمين ممن عشقوا هذا الرجل. والله أنا جاي النهاردة أقدم العزاء أو واجب العزاء في البابا شنودة لمدى حكمته، لأنه ربنا سبحانه وتعالى من على هذا الرجل بحكمة عالية جدا. فالبني آدم اللي ربنا يمن عليه ويقدر يحتوي عوالم هذا الجمع، يبقى ربنا منن عليه بالحكمة والصلاح. ربنا يوفقهم إن شاء الله ويصبرهم ويعينهم ويخلفهم بأحسن من بابا، يجي لهم خليفة بابا إن شاء الله. طبقا للتقليد الكنسي، فإن جثمان البابا شنودة سيظل اليوم وغدا في استقبال كل من يرغب في توديعه، قبل أن يتم نقله لإكمال مراسم الدفن بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون يوم الثلاثاء القادم. ساعات الانتظار طالت منذ الصباح، وبالتأكيد ستستمر إلى الليل لآلاف الراغبين في توديع البابا شنودة، ولا يسع أي فرد الآن سوى تقديم العزاء في رجل أحبه ملايين المصريين. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش. يا ترى ايه سر الحب الجم اللي احنا شايفينه في تغطية مراسلينا؟ استاذ هاني لبيب، الناس وهي بتتكلم تشعر انت بالمصداقية او تشعر ان في حد ربما بيقول لك حاجة